السلام عليكم. نتمنى تكونوا احسن وافضل الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم كما كتشوفوا جيت نشارك معكم الطاكوست بالطريقه ديالي وبالوصفه ديالي وبالطريقه اللي كان معتمده عندي في البيت، طريقه اللي هي سهله وجد رائعه. عندي هنايا كيلو الا ربع ديال الكفته، وديجا راه فيه شويه ديال العطريه، وغادي نضيف ليه شويه ديال التوابل. بالنسبه للتوابل اللي كنضيف انا اللي كنديرها شويه ديال الملحه والابزار، راس معلقه ديال سكنجبير وشويه ديال خرقومه بلديه والثومه بودره وقزبور ومعدنوس. هذه هي الطريقه ديالي اللي كندير عندي في الدار. بالنسبه للقزبور ومعدنوس كان مكونجلي، كان طري افضل. غادي نيرونجي هاد المكونات مع بعضياتهم وغادي نحطهم جانبا باش نجيب البصله. بالنسبه للبصله عندي جوج حبات كبار ديال البصل. عندي هنا البصل الابيض، غنجيب واحد المقله راني درت فيها شويه ديال زيت المائده، وغادي نضيف لها شويه ديال زيت الزيتون. عاد غادي نضيفهم فوق النار عافيه مهيله حتى تشحر ليا ديك البصله مزيان، يا مهيله يا مجهده ماشي مشكل، المهم تشحر وتعسل لينا ديك البصله باش ما تكونش لينا في الماكله باينه. وقبيصه الملحه في البصله ضروريه. غادي نديهم دابا فوق النار حتى طيح ديك البصله مزيان. عاد من بعد نضيف ليها عاد نضيف ليها الكفته. كما كتعرفوا بالنسبه للبصله البيضاء راه ما كتبانش الا تعسلات، كتبقى في اللون ديالها تقريبا. غادي نجيب واحد جوج قطع ديال الزبده نضيفهم ليها كنسمه، بحال هكا. لكم الاختيار، اللي بغى يزيد يضيف على البصله شويه ديال البودر ديال الثوم ممكن. كاين اللي يدير المنسمات بحال الزعتره ولا اليازير، حتى هما كيعطيو واحد النسمه زوينه، ولكن كنحترموا المقادير ديال الطاكوست. ولكن كل واحد الصراحه كيفاش يصايب الحاجه في دارو، كل واحد حر في دارو، كل واحد شاف في دارو. يعني حنا كنشاركوا كفكره وصافي، ماشي ضروري نعقدوا الامور باش تكون عندنا كلشي باش نقدروا نصايبوها. دابا نجيب الكفته وغادي نضيفها على البصل باش ندمجوا العناصر مع بعضها بحال هكا. بالنسبه للبنات الطاكوست انا كنصايبها حتى بالخضار، كتجي في قمه اللذه بالخضار. بالطريقه هاد الخضار حتى هي سهله وزوينه. كتشدي ليموندولين وكتربي فيها الخضار. بالنسبه للخضار اللي كتوالم هاد الطاكوست كندير فيها كورجيت والدنجال وخيزو، كنربيهم مزيان، كندير لهم مليحه وزعتره وزويته، كندخلهم الفران حتى تيطيحوا مزيان. عاد كندير البصل بحال هاد الطريقه هذه، وكندير واحد شويه ديال العدن حتى هو بحال هاد الطريقه، وكنضيف معهم ليغوم. كتجي رائعه. راني ديجا حاطه عليكم في فيديو شورت، كتجي غزاله. تقدروا ديروا ميلونج ما بين الكفته والليغوم والصوصات، المهم لكم الاختيار. هي صراحه حنا كل نوبه كنصيبوها بطريقه، انا كنفضلها بالخضار كتجي رائعه جدا. المهم اللي مهتم وعشقها بالخضره ممكن تخليوها لي في التعليقات ونشاركها معكم، علاش لا. من بعد ما طاحت البصله والكفته مع بعضها جيدا كما كتشوفوا، كنبين نثبت الكاميرا على الصوره مزيان، باقي بعض القطع ما طابوش مزيان كما كتشوفوا. هنا الكفته من بعد ما طابت درتها في واحد الصفايه حتى قطرات داك الماء اللي فيها جيدا. هنا عندي فرماج بالموزون وفرماج الحمر، هنا الفريت ديال الدار، وهنا عندي السويصه الجيريان. وانتوما ديروا اللي يعجبكم في ليصوص. هنا بالنسبه للخبز انا ما كنعجنوش في الدار، ما كنصايبوش، كنشريه احسن، كنقول افضل نشريه. هنا الخبز الا شفتوه تبارك الله قداش كبيره الخبزه، راها كبيره، كتقام هاد الباكيه ب15 درهم. هنايا عندنا فيها بزاف ديال الوريقات.
بالنسبه للكفته البنات كما قلت لكم ضروري ديروها في شي صفاي حتى تسقطر مزيان داك لي صوص اللي فيها. علاش؟ حيت باش ما تقطعش لكم الخبز ديال الطاكوس، ضروري تصفيوها مزيان مزيان. هنا من بعد ما خديت داك الخبز ودرت ليه لاصوص غادي نضيف عليه لي فرماج. هنا بالنسبه انا درت كي قلت لكم فرماج بالموزون وفرماج الاحمر. اللي ما بغاش يدير فرماج بالموزون يدير فرماج ديال الساندويتش المربع، حتى هو كيعطيها واحد العلكه زوينه. انا كيعجبني فرماج بالموزون. كتجيبوا لي اختي من طاليان هو ودوك لي صوص بيستو في القريعات. صراحه عجبوني كندير بهم لي بات بزاف ديال لي بلا كيجيو معاهم غزال. وفرماج بالموزون معروف مع لي بات كيعطيها واحد العلكه زوينه. داكشي علاش كنفضل نديرو هو كيعجبني بزاف. وممكن ديروا لي فرماج الاخرين بحال انا واحد النهار راني صايبتها بالخضره فرماج ديال الماعز كتجي رائعه حتى هي. يعني حنا كنبدعوا، حنا كنقصوا في دارنا وكنبدعوا، كل وحده راها شاف في دارها. كي كنقولوا كل امراه مغربيه شاف في دارها على وليداتها. كما شفتوا تما راه تقسمت لي داك الخبز شويه، ولكن معليش ماشي مشكل. انا نعاود نشارك معكم الثانيه. بالنسبه كاين اللي ما كيعجبهمش هاد لي صوص هادو ممكن يديروا كيتشوب ولا مايونيز ولا شي صوص اخرى. مهم لكم الاختيار، كتبقى لاصوص غير اختياريه ماشي زعما اوبليجي ديروا بحال هاد لاصوص. ودابا عاوتاني غادي ندير فرماج بالموزون وفرماج الاحمر بهذا الشكل، ونزيد الكفته من الفوق. وندير الفريت. كنعتذر على هذا الصداع ديال الدراري الصغار، ما عنديش كي ندير، ما بغاوش يسكتوا. المهم طريقه باينه وسهله ورائعه. الصراحه انا كنفضل نصايبوها في الدار على الزنقه، كتعرفي شنو كتاكلي. وخا كاينين الصراحه محلات ديال بعض الاخوان كيصايبوا حاجه نقيه، ولكن من الاحسن نصايبوها في الدار. في استطاعه ديالنا نصايبوها في الدار تقام علينا رخص وحسن من الزنقه. هذه ما غاديش نكثر ليها حيتاش ديال ولدي الصغير، ندير لها غير شويه. المهم بهذه الطريقه هذه وبهذا الشكل هذا نستمر بنفس العمليه بنفس الطريقه. وغادي ندير نفس فرماج كفته الفريت، وغادي نديهم يتبريصاو من بعد ان شاء الله. توم يتبريصاو ونقطعهم ونشارك معكم الطريقه ديالي بالصحه والراحه. شكرا لكم بزاف على المشاهده ديال الفيديوهات ديالي. كنشكر اي واحد شارك معي في القناه، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا لكم على المتابعه والفرجه وكل شيء. شكرا غنقول لكم حتى شي فيديو اخر ان شاء الله نشاركه معكم. علاش لا؟ عطا الله الوصفات، عطا الله ما يتقال، عطا الله ما يدار. خاص غير الدعم ديالكم ودعمونا وما تحرموناش من دوك لي لايك ودوك الكومونتيرات، باش دوك الكومونتيرات ولي لايك هما اللي كيشجعونا وكنزيدو نعطيكم مزيد من العطاء ان شاء الله يا ربي. ونشاركوا معكم اي وصفه كما كانت. هذا هي النتيجه ديالي ديال الطاكوس. كتجي بهذا الشكل هذا من بعد ما بريس درتو في البريسه كيجي بهذا الشكل. انا صراحه وليداتي ما بغاوش يتسناو ليا، دايرين بيا وباغيين ياكلوا. راكم كتعرفوا الطاكوس هي سخونه، الا بردات ما كيبقى فيها ما يتكل، وخصوصا المنزليه. غنقول لكم شكرا اللي وصل حتى لهنا، شكرا ليه بزاف. وما تنساش اختي ولا خويا تخليو واحد لايك واحد تعليق زوين، وتسناوني حتى شي فيديو اخر ان شاء الله نشاركه معكم. علاش لا؟ دمتم في رعايه الله وحفظه. شكرا لكم، مع السلامه.